تعالوا شوفوا الجمال اللي معمول في شرم الشيخ، ويعني ايه المنطقة الخضراء وليه يا معمول. صباح الفل عليكم من الدنيا. انا النهارده موجوده في الجرين زون كوب 27 في شرم الشيخ مدينه السلام. جرين زون تم تصميمها على مستوى عالي جدا عشان تتفوق على اي جرين زون اتعملت قبل كده في اي دولة كان فيها مؤتمر المناخ. الجرين زون في شرم الشيخ هي اكبر منطقة خضراء اتعملت لمؤتمر مناخ قبل كده. تصميمها كان على شكل زهرة اللوتس المصرية، موجود فيها أشجار وزهور كتير جدا وممر للنباتات ومجسمات مكونة من أشياء معاد تدويرها للحفاظ على البيئة والمناخ بدل من رميها وضرر البيئة. كمان المباني اللي موجودة فيها بتتكون من الأقمشة المستدامة المعاد استخدامها والخشب الفلين. ده غير بقى العجل اللي موجود تقدر تتجول فيه براحتك جوه الجرين زون، والسكوتر، وكمان العجل اللي موجود بيولد طاقة كهربائية، كمان بيعلمك ازاي نستخدم الحركة بتاعتنا في توليد طاقة والحفاظ على البيئة. وكمان موجود عجلة تانية تقدر بالحركة بتاعتك تشحن منها الموبايل بتاعك. موجود فيها كمان منطقة المعرض ومنطقة الخيام، فيها 5 خيام. كمان موجود فيه معرض تراثنا وديارنا وكل حاجة خاصة بالتراث المصري عاملاهم وزارة التضامن، كمان مشاركة بيهم في الأجنحة. كمان موجود هدايا كتير جدا كانوا بيتفاوت عليها كل المشاركين في الكوب 27 علشان ياخدوها هدايا لأهاليهم من التراث المصري. ده غير بقى العملة المعدنية 100 جنيه الفضة اللي كان بيجروا عليها عشان يشتروها وياخدوها هدايا ليهم. أهمية بقى الجرين زون دي إن هي بيبقى فيها تجمع لكل الوفود الرسمية ومشاركتهم مع الشباب والمجتمع المدني والمرأة والقطاع الخاص عشان يعرضوا أفكارهم والرؤى والحلول والمشروعات الجديدة، وأنشطة كتير يومية من وزارة الثقافة. طبعا هنلاقي كمان الكاوتش المعاد تدويره وممكن استغلاله بشكل كويس ونحط فيه زرع وورد بدل ما يترمي ويلوث البيئة. ده غير ازايز المية اللي اتكلمتكم عنها قبل كده اللي مصنوعة من مواد صديقة للبيئة. ازايز المية دي كمان على فكرة هتكون موجودة في السوق في 2023 وهتنافس بقوة، وسعرها هيكون بنفس سعر ازايز المية العادية. حقيقي تجربة رائعة. جرين زون كمان من المتوقع ان هو يفضل موجود كمان بعد الكوب. الجرين زون بقى بالليل حكاية من الحكايات، كل اللي شفته بالنهار حاجة وبالليل حاجة تانية. نظام الإضاءات رائع، كل مكان تمشي فيه طبعا هتلاقي مجسمات معمولة من مواد معاد تدويرها بشكل جميل، والشاشات اللي بتعرض كل شوية حاجات تخص التوعية البيئية، والحفلات والأماكن كلها كمان تقدر تتصور فيها وتعمل جولة رائعة. بصراحة بتحسها كده فسحة. في آخر كام يوم من الكوب دلوقتي هتلاقي الأسر واخدة أطفالها وبتخش الجرين زون يتفرجوا ويستمتعوا بجمال مصر الموجود دلوقتي على أرض شرم الشيخ. حبيت أوثق لكم الجرين زون وأفرجكم عليه لكل الناس اللي ما شافتوش او ما تعرفش اللي موجود دلوقتي في شرم الشيخ في الكوب. وكمان استنوا الفيديو الجاي هتكلم فيه عن ال7 غرف من اجمل ما شفت، حقيقي عالم من الخيال هتخش فيه تستمتع. هفرجكم على كل لحظة فيه وايه الفكرة منه وهنستفاد منه بايه. الفيديو الجاي استنوني.